اخواتي الرياضيات، اخواني الرياضيين، السلام عليكم. قناه ميسترو معكم مولاي. اليوم غنتكلم على جوج ديال المباريات، مباراه في الدوري البلجيكي والمباراه الثانيه في الدوري الفرنسي. بالنسبه للدوري البلجيكي كانت مباراه بين جينك اللي كيلعب فيها بلال خنوس ضد كوتشيك. هاد المباراه دي انتهت ب4-0 لصالح جينك اللي كيلعب فيها الخنوس لعب المباراه حتى الدقيقه 81 وتغير. كان تبارك الله على هذا الوليد هذا الماسترو. انا قلت شحال من مره بانه الماسترو ديال الفرقه ديال جينك، لانه هو اللاعب اللي كاين، هو المسير، هو يعني الوليد تبارك الله عليه، الله يحفظه لوالديه ولينا. بالنسبه للمباراه الثانيه فكانت بين ليل ضد باي سان جيرمان. باي سان جيرمان كانت عندي في الملعب ديالها. هاد المباراه انتهت ب1-1. اشرف حكيمي كان في الاحتياط، ما دخل حتى الدقيقه 67، ما دخل حتى الحقيقه ضرب جزاء، كان ضرب جزاء لباي سان جيرمان. مبابي سجل ضرب جزاء وتغير ودخل حكيمي في ذاك الوقت، لانه يمكن بغى المدرب بغى يحرك الحركه امبيتاجرو، يعاود يزيد في المسائل وهذه. بالنسبه لاشرف حكيمي كان جيد جدا في هذه المباراه هذه. ذاك الوقت اللي دخل فيه كان من نكش الكبير. في اخر دقيقه يعني في الوقت بدل الضائع يسجلوا اخرين التعادل ديالهم، يعني واحد الغلطه ديال المدافعين. بالنسبه انا اللي مهم عندنا هما اليوم هما ان اللاعبين المغاربه ديالنا كلهم تبارك الله رجعوا وكلهم لاعبين وكلهم واجدين ان شاء الله، وكلهم غادي يكونوا في كاس افريقيا على ما اظن، الا ما خدتش دكا، لان غادي يكونوا في المستوى ان شاء الله. وهذا الشيء اللي بالي معكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.